السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير عاداتك تتغير حياتك. أنا حميدان فضل المولى ومرحب بكم في برنامجنا الجديد. بنسمع كثير بيقول لك يا أخي نبني الأوطان، نبني الوطن. يعني شنو نبني الوطن؟ وكيف نحن نبني الوطن ذاته؟ والوطن ده شنو؟ تعالوا كده مع بعض نشوف نحن كيف نبني الأوطان. طبعا الكلام ده كبير كده، وانا ما اقدر اتكلم بالطريقه دي بتاعت انه يا اخي والله الوطن ونحن وتسقط بص وما اعرف بيقولوا شنو، نصر او شهاده. ما بنتكلم بالطريقه دي. انا دائما في كل فيديوهاتي انا ما قاعد اتكلم بالاسلوب ده. انا دائما بحب انه احاول انه ابسط الحاجات للناس عشان انه الزول يستفيد منها. انا بحاول ابسط الحاجه بوجهه نظر بسيطه جدا يعني. طيب احنا بنسمع عن بناء الوطن. بناء الوطن في الأساس هو الإنسان. البلد ما بتتطور ما لم الزول اللي فيها أو المواطن الموجود في الدولة دي يكون متطور. طيب نحن نطور المواطن ده كيف؟ أول حاجة ودي نحن كلنا متفقين عليها، إنه الإنسان بيتطور بالعلم. ده أول حاجة. يعني كل ما كان الإنسان متعلم ومتخصص في مجال معين، سواء كان طبيب أو مهندس، قدرنا إنه ننشئ إنسان متعلم. الإنسان المتعلم ده هو بدوره بيقوم بيطور من نفسه عن طريق إنه يتوظف في وظيفة حسب التخصص بتاعه. تمام؟ فهو بيكون شنو؟ مركز في شغله اللي هي وظيفته. فلنفترض طبيب أو دكتور. الدكتور ده بيكون هو مثلا في الطب بيكون مثلا طب جراحة، فهو بيكون متخصص في تعليمه ده أو في المهارة دي. ومن خلال التعليم ومن خلال المهارة اللي هو اكتسبها بيقدر إنه ينقذ لنا أرواح ناس تانيين من نفس الدولة. وكده بيكون شنو؟ ساهم مساهمة مباشرة في تطوير الحقل الطبي في الدولة المعينة. وقس على ذلك المهندس، الميكانيكي، السواق، كل شيء. في حاجات كثيرة بتحصل وانا ما قادر افهمها هي شنو. ودي الشيء اللي خلاني انه انا والله اتكلم في الفيديو ده، اللي هو انه يا اخي والله الناس بقول لك والله يا اخي الحكومة سوت والحكومة ما عملت لنا والحكومة ما سوت لنا. انت ما تنتظر الحكومة تعمل لك، كويس؟ انت عامل لنفسك براك، عامل لنفسك يعني. طيب احنا نتكلم بطريقة كده خفيفة وظريفة، كويس؟ الليل لو مسكنا حلة معينة في أي منطقة في السودان، كويس؟ الحلة دي أبناء مثلا سافروا برا، مثلا اختربوا، وهم شغالين في دور الغربة بيرسلوا المبالغ دي بيجي شنو؟ بيبنوا بيها الحلة بتاعتهم دي. إذا بيبني بيته ما تبني، لا تبني مسجد ولا تبني مستشفى ولا تبني مدرسة، لا ابني بيتك، كويس؟ الليلة مثلا اكس من الناس فات اخترب برا وجاب قروش وجاب بنى بيته مثلا طابقين. جاره برضو هو كان زول ركز في نفسه واشتغل واجتهد وجاء عمل برضو 3 طوابق. فالحلة دي بعد فترة كل المباني فيها اتطورت، بقت من كان بنى عشوائي بقى بنى مسلح. البنى المسلح بطريقة ظريفة دخلت الكهرباء، دخلت المويه، بقى بقت شنو؟ في تنمية حقيقية، كويس؟ يعني المثال ده ليه احنا قلناه؟ لأنه الحكومة ما هي برال بتبني دولة. المواطن هو في ذات نفسه اللي بيبني دولة عن طريق انه هو يركز في نفسه. اهم حاجة يركز في نفسه. بعد ذاك شنو؟ ويجتهد ويطور من نفسه. بعد ذاك الحكومة هي بتتم لك الناقص. لكن احنا للأسف الشديد انه احنا في بلدنا دي رامين الشغلة كلها للحكومة وقاعدين منتظرين، كويس؟ والله انا قاعد مكتف يدي وما دار اشتغل، انا منتظر الحكومة. والله يا اخي تديني قروش. ما بتدي قروش. والله يا اخي انا منتظر انه والله الحكومة دي تيجي تبني لي الحيط والوقع ترى مال خريف المرة فاتت. لا، ما حتبني لك.
فبس ده كله الحاصل انه الناس تحاول تركز في نفسها. يا اخي انت مالك ومال السياسه ومالك مال الحكومه سوت ولا فلان عمل ولا تابع الترند الفلاني ولا فلان يا اخي قال في لايف انه والله يا اخي الحاجه الفلانيه. يا اخي مالك مال الحاجات دي، ركز انت في نفسك كويس. شوف انت ناقصك شنو، داير قروش امشي اجتهد جيب قروش، داير تبني بيتك تصلحه امشي ابني بيتك صلحه، داير ترتاح ماديا، داير تكون ملياردير، داير تكون جلابي، امشي ابني الحاجه دي براك، ما تنتظر زول يعمل عليك. فبناء الوطن بيبدا بيك انت اول حاجه. الزول المنتظر انه يا اخي والله الحكومه تجيب لك ولا الحكومه دي فازه ولا الحكومه دي كلها فازه في اي محل في امريكا فازه، لكن بتختلف ثقافه المواطن من دوله لدوله، انه هو والله مركز في نفسه بس، داير يطور نفسه هو براو، ما عنده حاجه للحكومه هنا. يمشي وراه يجتهد يعمل له زراعه، يمشي يعمل له حاجه يختلف برا كويس، يلملم قروش، يجي يبني بيته ويأسس لحاجاته ويظبط اموره بطريقته هو الدايره. لكن في ناس كده سبحان الله، يعني انا شايف انه ربنا كده خالقهم منه والله، هم بس همهم كله يجروا المحليات ويجروا ما اعرف القاعات شنو، جارين ما اعرف المسؤول الفلاني جاء ونطلع لنا منه قرشين. ده فهمهم انه هم بيشوفوا بيختزلوا الحياه كلها انه يا اخي والله المسؤول الفلاني مثلا الله ياخذ 1000 جنيه ولا 2000 جنيه. فانت لو الاجتهاد والتركيز اللي ركزته انه عشان تجري للزول ده، لو ركزت في حياتك انت، لو فتحت لك طبليه صغيره بعد سنه ولا سنتين بتلقى نفسك والله الطبليه دي بقت دكان، لكن ما شغل كله. عشان كده في الختام انه والله يا اخي بناء الوطن بيبدا بينا نحن اول كمواطن قبل اي حاجه، الدوله دي خليها. وبس دي لحد هنا انتهينا. وان شاء الله ده برنامج هو قديم لكن ده جزء تاني، هو بيقول عليه شنو برنامج النسخه الجديده، خير عاداتك تتخير حياتك. قديم جدا البرنامج ده موجود في القناه. بس لحد هنا لو بتشاهدنا اول مره ما تنسى اضغط لايك للفيديو واشترك في القناه في اليوتيوب. لو برضو شاهدتني من الفيسبوك ما تنسى اعمل متابعه لصفحتي. وان شاء الله الفيديوهات حتنزل بالتوالي ان شاء الله الفتره الجايه. وفي الختام احلى تحيه وسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.